10 رصاصة تشهد لها شهر مارس. في مثل هذا الشهر ومثل هذا اليوم استشهد أحمد سيف الذي كان مشاركا في مسيرة دعما للأسرة، ولكن لم تكن مسيرة وحسب. من هنا بدأت القصة. دعونا أن نتعرف على قصة أحمد سيف من خلال التقرير الآتي. ابقوا معنا. يا شوقي لطلال يا أحمد سيف ابن 24 من عمره، ابن بلدة برقة التي تقع في شمال غرب مدينة نابلس. في تلك المسيرة شارك فيها أحمد ليعبر عن مدى حبه لوطنه ودعما للأسرة، ولكن كان هناك عدوا غاشما أصابه ب14 رصاصة، وثم بعد 8 أيام من إصابته ارتقى شهيدا، وترك خلفه عبارات تنادي باسمه، وترك أيضا عائلته وخطيبته التي كانت تنتظر الموعد حفل زفافهم، ولكن اختار أحمد أن يكون عريسا بالجنة. ومن أبرز ما قاله: مش خايف من الرصاصة، تعالوا طخوني، شهيد بالجنة، خلي الشباب يزفوني. رجع الخيا يما زودينه هالشهيد دمات ودين علينا وهي هي هي